رغم إن الجمهور ارتبط بضحكتها البريئة وأدوارها الرومانسية اللي محدش يقدر ينساها، لكن حياتها الشخصية كانت حاجة تانية خالص غير اللي احنا بنشوفها في السينما. فآثار الحكيم عاشت معاناة كبيرة مع جوزها اللي طلقها غيابيا وحرمها من أولادها. في الفيديو ده هقول لكم الحكاية كلها. الفنانة الجميلة آثار الحكيم حققت نجاح كبير في مشوارها الفني، والجمهور اتعلق بأدوارها الرومانسية الجميلة، لكن حياتها الشخصية كانت عكس كده. آثار الحكيم اتجوزت من رجل من خارج الوسط الفني اسمه محمود مجدي جودت سنة 1987. خلفت منه 3 أولاد وهما عمرو وعلي وعبد الرحمن في بداية مشوارها الفني قبل ما الجمهور يعرفها ويرتبط بيها وبشهرتها. وفي مارس عام 1999 اتفاجئت آثار بإن جوزها طلقها بدون أي مقدمات ولا أي أسباب، وده بعد زواج استمر لأكتر من 10 سنين. وكمان ما اكتفاش بكده، ده حرمها من أولادها ال3 بعد ما قدر ياخد حضانتهم، وحرمها إن تشوفهم وخلاها تعيش معاناة كبيرة. لكن آثار ما سكتتش على كده، وكانت لازم تحارب علشان ترجع لأولادها لحضنها تاني. وفعلا رفعت آثار قضية على طليقها واتحكم لها بحضانة الأولاد بعد فترة كبيرة، وده بعد ما قال الأولاد في المحكمة إنهم عايزين يعيشوا معاها بعد ما اتجوز أبوهم واحدة تانية. والرغم إن آثار الحكيم تولت مصاريف أولادها، لكن طليقها مسكتش وفضل يضايقها ويهددها بإنه هينقل الأولاد من المدرسة الدولية اللي كانوا بيدرسوا فيها لمدرسة أقل في المستوى. قدم وقتها محامي آثار ببلاغ اتهم فيها طليقها بإنه بيتعرض لها دايما ويهدد الأولاد إن هينقلهم لمستوى تعليمي أقل، وده بيأثر على نفسيتهم بشكل سلبي، وإن آثار الحكيم هي اللي بتدفع مصاريف أولادها في المدرسة الدولية، وإن طليقها مش متضرر من استمرار الأولاد في المدرسة. فعلا ما قدرش طليقها ينفذ تهديده، وبعد فترة من المعاناة بينها وبين طليقها اتجوزت آثار مرة تانية سنة 2006 من الإعلامي ياسر خليل اللي كان صديق كويس لأولادها وحبوه جدا وعاشوا مع بعض حياة سعيدة. لكن طليقها لما عرف طلب بحضانة الأولاد، وفعلا أخدهم تاني ونقلهم لمدرسة أقل في المستوى زي ما كان عايز، بالرغم من إن آثار عرضت عليه إنها تستمر في دفع المصاريف المدرسة. لكن أولاد آثار نفسيتهم تعبت جدا بسبب الحالة الصعبة اللي بيعيشوها وبسبب الخلافات المستمرة بين أمهم وأبوهم. بلغت إدارة المدرسة آثار إن الأولاد نفسيتهم سيئة وإنهم ازدادوا عنف، وكانت النتيجة إن واحد فيهم سقط في المدرسة وخرج الاتنين بملاحق. فرفعت آثار دعوة تطلب بعودة أولادها للمدرسة القديمة بعد سقوطهم، وفعلا اتحكم لصالحها ورجعوا الأولاد لمدرستهم القديمة. وطول الفترة دي كانت آثار ممنوعة من رؤية أولادها ولا حتى في المناسبات أو في المدرسة. اشترط طليقها إن تدفع مصاريف المدرسة لأولادها، وحكمت المحكمة في النهاية إنها يتقسموا المصاريف. كمان اتحكم ليها في النهاية إنها تتقسم الحضانة أولادها مع طليقها. وبعد سنين كتير ظهرت صورة حديثة لأولاد آثار الحكيم ال3 بعد ما بقوا شباب كبار. الجمهور تفاعل مع الصورة، ولكن محدش كان عارف ايه اللي حصل ليهم في حياتهم اللي كانت مليانة بالمشاكل الكبيرة اللي عاشوها.